الرجالة عارفين نكد الستات كويس قوي، وعارفين انه في اللحظة دي لازم يسكت، لانه لو سألها مش هترد عليه، وساعتها هيقول لها جملة واحدة: هو انت واكلة سد الحنك؟ طبعا كلنا نسمع، واكيد في مننا كلها وفي لا، عن أكلة مصرية شهيرة. هي مش أكلة الحقيقة، هي حلوى مصرية شهيرة اسمها سد الحنك. طب تعرفوا سد الحنك ده عبارة عن إيه؟ الأكلة دي كلها طاقة، يعني لو بتاكلوها في الشتاء هتحسوا إن انتم مولعين ومش قادرين. تخيلوا بقى لو بتاكلوها في الصيف، طبعا دي ممنوعة في الصيف. الأكلة دي أساسها السمن والدقيق وسكر، أو بقى نقدر نقول عليها إيه، يعني يوم ما نحليها شوية شوية قرفة كده معاهم، ويتحمروا مع بعض ويدخلوا في عجينه واحده ويطلعوا كده لغشايه، واللغشايه دي تاكلها حضرتك او حضرتك وتحس انك فعلا كلت حاجه مهمه. حاجه بقى تخلي في العز الشتاء الجو دافي لدرجه انك تبقى مش قادر تتكلم، وفعلا حاسس انك تقيل وعايز تنام. بتعمل لك كده ريلاكسيشن، بتدخلك في مود تاني، بتحطك في حته تانيه خالص. طبعا الاكل الحلو ده ممنوع على اصحاب القلوب الضعيفه، لانكم مش هتبطلوا اكل منه. يقال بعض الاقاويل ان اصلها تركي، معروفه هناك باسم الحلاوه التركيه، ولكن الحقيقه هي اقل واجب انها تتاكل في الشتاء. قولوا لي بقى، انتم من الناس اللي كلت سد الحنك ولا محدش كل سد الحنك قبل كده؟